يعتز بذاته، جيلا يرفع راية التحدي في هذا العالم الشاق، عازم على اجتياز كل الصعوبات في سبيل بناء مستقبل أفضل لأهله أولا ولأبناء شعبه وللعالم أجمع. أيها الخريجون، أنتم رجال المستقبل، اشحنوا طاقاتكم من جديد واملؤوها بالأمل. لا تقولوا تعبنا، لا تيأسوا، حاولوا مرة ومرتين وثلاثة إن لزم الأمر، واعلموا أن النجاح حليف كل مثابر. حددوا غاياتكم وأهدافكم، كدوا واجتهدوا من أجل تحقيقها، عودوا أحيانا خطوة إلى الوراء إذا لزم الأمر من أجل 10 خطوات إلى الأمام، ونحن سنبقى كما كنا دوما إلى جانبكم، أهلكم معكم في طريق النجاح، والله يرعاكم. إن التطور العلمي الذي يشهده عالمنا منذ قرون طويلة بين لنا أن الطبيعة مليئة بالأسرار والخفايا، وأن الإنسان بإمكانه أن يحلل ويكتشف أسرارها، وأن على الإنسان أن يسخر أسرار الطبيعة في سبيل تطور البشرية، وذلك من خلال استخدام العقل والقدرات الذهنية. العالم اليوم أصبح سريعا جدا، تتوفر فيه معظم الحاجات المادية للفرد، ومصادر المعلومات متوفرة بكم هائل، وكلما زادت معرفتكم واتسعت آفاقكم زدتم قوة. وتذكروا جملة الفيلسوف بيكون الذي قال: المعرفة قوة. إن هذه الثورة العلمية والصناعية ربما نجحت في توفير الحاجات المادية للبشرية، لكنها بالمقابل لم تنجح حتى يومنا هذا في توفير جميع الحاجات الروحانية أيضا لأبنائنا. الأهل والمعلم كانوا وما زالوا هم المصدر الأول والأساسي والأقوى لتغذية الابن والطالب بالأخلاق والقيم، هم الوسيلة المركزية لبناء وصقل شخصية الابن والطالب. ومن لا يكن الاحترام والتقدير للأهل والمعلم فلا جدوى في شهاداته ونجاحه المادي. الإنسان الناجح والخلاق فعلا هو من يحمل بيده اليمنى شهاداته أو مهنته، لكنه يحمل أيضا بيده الثانية راية الأخلاق والقيم، راية العطاء، راية الاحترام، راية التسامح. أيها الحضور الكريم، مضى على هذه المدرسة 6 سنوات بلمح البصر، ولكنها أصبحت اليوم فعلا قصة نجاح، وهي تمثل اليوم النموذج المثالي في الوسط العربي في المدارس الحكومية لمدرسة شاملة، مدرسة 6 سنوات. فهي ليست ثانوية كما أنها ليست إعدادية، إنها مدرسة 6 سنوات لها ماهيتها ومزاياها الخاصة، حتى أن برنامجها التعليمي والتربوي هو متداخل. فحينما نبني مستقبل الطالب تربويا فإننا نبدأ من 7 حتى 12، وحينما نعمل على بناء خطة تعليمية لكل طالب فإننا نبدأ من 7 حتى 12. نحن نعيش مع طلابنا 6 سنوات، نحن نستثمر مرحلتين بمرحلة واحدة تعود بالفائدة بالضرورة وبالأساس على الطالب الذي يشعر بالانتماء الراسخ لمدرسة قدمت له كل ما تستطيع خلال أغلى وأهم 6 سنوات في حياته. منذ أن عدت إلى بلد الغالي ألاحظ أن هناك شعور لدى أهالي المدينة أن وضع التربية والتعليم في أم الفحم يعاني من أزمات وتراجع كبير، وهذه فرصة لي أن أؤكد أن هذا الشعور هو غير صحيح بالكامل. صحيح أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل رفع مستوى التعليم في البلدة، لكن يا أعزائي مستوى التعليم في مدارسنا هو جيد، وإذا ما قارناه بمناطق أخرى فإنه حتى جيد جدا. مدارسنا بكل أقسامها مليئة بالمعلمين والمعلمات الأكفاء في اللغات والعلوم والرياضيات، من حملة الألقاب الجامعية الأولى حتى الدكتوراه. معلماتنا ومعلمينا يبذلون قصارى جهدهم من أجل طلابنا، يشاركون في كل عام في دورات استكمال تربوية وتعليمية خاصة بالموضوع، وهم دائما سباقون في معرفة المستجدات التي تطرأ على المواد وعلى المناهج التعليمية. وحينما نلتقي بالمدارس الأخرى
من خارج البلاد من الشمال إلى الجنوب، يلاحظ الجميع دائما مدى تمكن المعلم من مدارس أم الفحم من المادة ومن طرائق وأساليب التعليم الحديثة التي نستخدمها مع طلابنا. كونوا على ثقة أيها الأهالي الكرام بأننا على قدر من المسؤولية، وكونوا متفائلين وافخروا بمدارس أم الفحم، فمن هنا يبدأ الانطلاق نحو النجاح. وأخيرا كلمة لأهلنا الأعزاء ثم إلى زملائي وزميلاتي. أهلنا الأعزاء، أبناءكم يحتاجونكم كل يوم، تواجدوا معهم أكثر، عيشوا معهم أكثر، أكثروا من الجلسات العائلية المصغرة، اخرجوا معهم كثيرا، شاهدوا معهم البرامج التلفزيونية، كونوا عائلة بكل ما تعنيه الكلمة من مضمون. أما زميلاتي وزملائي الأعزاء، فإنني أود أن أقول هذه المهنة كلها فن، والسر في الفن والفنان أن يبدع في كل دور يطلب منه خلال الدوام، في الحصص، في الاستراحات، في تحضير الطالب للامتحان، في رد فعله الخاص بكل طالب، في المحافظة على الحد الفاصل والمهني والإنساني مع الطالب. قيل عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان شديدا بلا عنف ولينا بلا ضعف. نحن ماضون في هذا الطريق الشاق والمشوق، نؤدي الرسالة بشرف وعزة، ونحاول دوما البحث عن السبل لنرسم البسمة على شفاهكم. نحن عازمون على الاستمرار في هذا المشوار، مشوار النجاح إن شاء الله. مرة أخرى نبارك لكم أيها الفوج الأول من خريجينا، ونشد على أياديكم وإلى الأمام. شكرا. نشكر الأستاذ أحمد أبو عماد الحميد لكلماته الطيبة.